السلام عليكم. ازيكم؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. ايه رأيكم في الجمال ده؟ النهاردة هنعمل مانجو ترايفل او ترايفل المانجا. ترايفل المانجا من الحاجات الجميلة قوي اللي بترطب كده علينا في الصيف. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. اول حاجة معانا هنا كيك فانيليا. اول حاجة يعني الكيكة دي ممكن تكون عندك بايتة او حاجة، مش مشكلة. انا عملتها بصراحة فريش وقطعتها بالشكل ده، واستخدمت النوع الجاهز كمان يعني، وممكن هكتب لكم طريقة كويسة للكيك. عندنا هنا 3 منجات كبار، ولو هم وسط يبقى 4. تمام. ومعانا هنا كريمة تشيز، علبة كريمة تشيز او جبنة كريمي، ومعانا علبتين كريم كراميل، ومعانا كمان باكج من الكريم شانتيه، وهنستخدم الكيسين اللي جواه. ومعانا كمان علبتين من القشطة، وممكن وش اللبن عادي خالص. وعندنا هنا علبة من الحليب المكثف المحلى، ونشا وكاسترد، وممكن نستبدل الكاسترد بنشا بس او النشا بكاسترد بس. ومعانا ازازة من عصير المانجا، وممكن حضرتك تستخدمي مكانها مانجا فريش. وده البايركس اللي احنا هنشتغل فيه. اول حاجة هنجيب الخلاط، سهلة جدا وكل حاجة في الخلاط. هنحط فيه نص علبة الحليب المكثف بالشكل ده، وممكن تحطي مكانه ربع كوباية من السكر البودر. ومعانا علبتين من القشطة، وزي ما قلت لحضرتك ممكن تستخدمي علبة بس ومعاها وش اللبن، مفيش مشكلة خالص. ولو متاح عندك علبتين القشطة يبقوا علبتين قشطة. تمام بالشكل ده. وهنحط عليهم كمان الظرفين او الاتنين باكت اللي هما من الكريم كراميل، ومش هنستخدم الكراميل نفسه، احنا هنستخدم بس الكريم اللي هو الابيض. كل الحاجات دي يا جماعة هتديكي طعم جميل جدا. تمام بالشكل ده. ومعانا اهو الكريم شانتيه، هنحط مكانهم هنحطهم الكيسين مع بعض، وممكن حضرتك تستبدليها بكوباية من الكريمة اللباني اللي هي الويبنج كريم، لو ما فيش عندك اللي هي الكريمة الباودر. وهنا عندنا نص علبة الكريم تشيز او الجبنة الكريمي، احنا خدنا نص العلبة. وعندنا هنا عصير المانجا، وزي ما قلت لحضرتك ممكن تحطي عصير مانجا فريش، بس انا مش عندي فحطيت اللي هو النوع، استخدمت البيست، حطيت نص كوباية بس، احنا مش هنحتاج كتير ولا حاجة. تمام. وهنبدأ بقى نضرب كل الكلام الجميل ده في الخلاط. طبعا ما تستعجليش عليه ولا حاجة، تفضلي تضربي فيه على كده اعلى حاجة عندك، وهو بصي وتنزلي بس كده، شايفة زي ما انا بعمل كده من الجناب. زي ما اتفقنا لو ما فيش كريم شانتيه باودر تقدري تستخدمي كريمة لباني او اللي هو الويبنج كريم. والقشطة ممكن تستخدمي علب القشطة، ممكن تستخدمي مكانها قشطة وش اللبن، يعني ممكن تاخدي منها كده كوباية اللي هي الكوباية المعيارية. والكريم كراميل ده بصراحة يعني احنا بجد محتاجينه في الوصفة دي، لانه بيدي طعم جميل جدا. والحليب المكثف او اللي هو الكونسنتريتد ميلك، ممكن حضرتك تستخدمي مكانه اللي هو ربع كوباية من السكر البودر. هنا عندنا 2.5 كوباية من عصير المانجا، وهنا هنعمل اخر طبقة اللي احنا هنستخدمها. معانا معلقة كبيرة من الكاسترد، ومعلقة ونص من النشا، وممكن نستبدلهم بمعلقتين فقط من النشا. تمام. يعني هي من معلقتين لمعلقتين ونص، بس اهو يعني معلقتين برضو كويس جدا كبار، يبقى 2 نشا او 2 كاسترد او واحدة وواحدة. تمام. مهم يكون المعالق كبيرة. ودول 2.5 كوباية من عصير المانجا الفريش او الازايز زي ما انا استخدمت كده. هنفضل ندوبها كده الاول على البارد وبعد كده على النار، واحنا عايزينها تعمل خليط متماسك ولكن مش تقيل قوي. شايفة بصي، شايفة السماكة بتاعته عاملة ازاي، لان هو لسه هيدخل التلاجة ويبرد. يلا بينا بقى. احنا معانا السكوبس بتاعه الكيك، شايفين ازاي شكلها جميل، متقطعه مربعات صغننه خالص. تمام بالشكل ده. وهنخليهم ملزقين في بعض قوي، ما تسيبيش بينهم فراغات. تمام.
هننزل عليهم بقى بالكريمة كلها. المفروض ان الكريمة دي هتنزل كده بين الكيك وبتدي طعم، يعني هو المقدار اللي انا عاملاه ده يا جماعة مناسب جدا، بتدي طعم تحفة تحفة جدا للكيك. وزي ما قلت لحضرتك الكيك انا استخدمت علبة كيك جاهز، ما كانش عندي وقت اعمل كيك، لكن حضرتك ممكن تعملي كيك عادي جدا في البيت اللي هي بكوبايتين دقيق، دي هتكون بالظبط المقدار ممتاز جدا. كيكه تكون معموله من كوبايتين دقيق. تمام. الكريمه اهي دخلناها التلاجة شويه مسكت نفسها، وكان خليط المانجا ده برد، وبعد كده نزلنا بيه على الوش. شوفي هي الكريمه طلعت ازاي على الوش اللي هي البيضه، مش مشكله، كل ده هيتغطى. وشلتها في التلاجة برده ومسكت تاني الطبقه الاخيره. ودلوقتي بنزل عليها بقى بالمانجا بالشكل ده اهو. حاجة كده يا جماعة مش عارفة اوصف لكم جمالها، بجد جربي، مش هقدر اقولك غير لما تجربي لنفسك وتقولي لي في التعليقات. تمام بالشكل ده اهو. غطيها كلها، ما تخليش حاجة منها باينة، وكلها بتتغطى بالمانجا. حضرتك ممكن تحطي من فوق ورق نعناع كده للتزيين، ممكن تحطي عليها سوداني محمص، ممكن تحطي عليها فستق. بصي كده واهو. وهنا بقى هبدأ ان انا ايه اعمل جل تلميع. ممكن حضرتك تستخدمي عسل ابيض وممكن لا، سوري مش عسل ابيض، مربى. وانا جبت جل مانجا اللي هو الجيلي وحطيته عليها كده، دوبته في شويه ميه حبه صغيرين خالص، وحطيته كده. ولما برد ومسك نفسه شويه بدات المع بيه الوش، ودي حركه اختياري لكن هي مش اساسيه. ومش اساسيه لسبب، لان الحقيقه هي مش هتقعد عندك اصلا هي هتخلص على طول. فيعني دي حركه اختياريه، مش لازم يعني انك تعمليها بالجيلي من فوق كده بالشكل ده اهو. طيب الترايفل يا جماعه اجمل حاجه فيه، انا هنا كان عندي شويه من الفستق وزينتهم بالفستق، شويه كانوا فاضلين من رمضان فزوقتها بيهم. زي ما قلت لحضرتك ممكن سوداني، ممكن اي نوع من المكسرات، ممكن ما فيش حاجه خالص. تمام. انا بقى بقول لك الترايفل من الحاجات اللي بتبات بتبقى تحفه جدا، لازم تبات، لازم عشان تديكي المنظر والطعم التحفه ده. والحقيقه هي ما باتتش عندي، الاولاد ما سكتوش واكلوها. هوري لحضرتك دلوقتي الفرق لما بتقطعيها وهي لسه معموله. انا يعني سيبناها بس 4 ساعات، وبعد كده بدأوا ان هم يزنوا، ويمكن والله 3 بس، كمان 3 ساعات. لكن هوري لحضرتك لما بتقطعيها في نفس اليوم ولما بتبات، وهي بصراحة لازم تبات، بتبقى تحفة جدا لما بتبات. بصي هنا كانت في نفس اليوم، شوفي المانجا كانت بتقع ازاي والكريمة مش ماسكة قوي عليها، وده لان هم استعجلوا، لان هم بصراحة يعني اتجننوا عليها. اما هنا بقى بصي ده كان تاني يوم بقى الصبح كده. بصي يعني قبل ما اخرج حبيت ان انا اقطع لك قطعة واوريها لك الصبح كده بدري، وتشوفي بصي متماسكه ازاي. وشوفي الكريمه هشاور لك دلوقتي عشان اوريكي داخله ازاي بين المربعات. الكريمه اللي احنا عملناها شايفه تلاقيها داخله بين المربعات بتاعه الكيك. بصي حاجه كده في منتهى الجمال والخفه، شايفه؟ بصي الشكل والطعم بقى يا جماعه. والكريمه المانجا اللي عملناها من فوق دي كانت تحفه جدا، اللي عملناها بعصير المانجا. بجد بجد هتعجبك قوي ان شاء الله. يلا لو عجبتك الوصفه لايك وشير وسبسكرايب على اليوتيوب، واشوفكم في وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايبي.